ما تيجوا النهاردة نعمل مشروب كده يقوي المناعة، يقوي مناعة العيال. صراحة أهم حاجة إن هما بيعيوا كتير قوي في الشتاء. يلا بينا نعمل مشروب يقوي مناعتنا ومناعة الأولاد، ومكونات بسيطة جدا جدا جدا. معايا برتقان بلدي، هقطعه شرايح كده. ممكن مع البرتقان تضيفوا ليمون، بس أنا استكفيت بالبرتقان. هجيب بقى حلة أو كسرولة أي حاجة. وعندي كمان جنزبيل فريش، ضروري جنزبيل فريش، ما ينفعش جنزبيل باودر عشان هيمرر قوي في الوصفة. فهناخد حتة كده من الجنزبيل الفريش كمان، يعني اكتشفت ان هي كبيرة بعد ما خدتها. تقدروا تاخدوا شريحة واحدة بس على الكمية دي، تمام، لان هو كان طعمه قوي بس مش مشكلة. هضيف كمان عود من القرفة لازم، وكام واحدة من القرنفل. بصوا مفيش اي حاجة من دي تنفع ان احنا نستغنى عنها او نستبدلها. انا مليش قوي في القرفة بس ضروري جدا، لان هي بجد نقلته ريحة وطعم من حتة تانية خالص. وهنضيف بقى مية وهنرفعه على البوتاجاز يغلي كده مع بعضه، بحيث ان كل حاجة مع بعضها تندمج كده. ضروري جدا بقى ان احنا نغطيه ونسيبه يهدى، لان كل الزيوت اللي في الليمون اللي في البرتقان واللي في التوابل اللي احنا حاطينها دي تطلع وتفضل محتفظة بيها جوه المية، فبحيث ان هو الفايدة اللي فيه كلها تفضل موجودة جوه المية. فاهميني؟ الزيوت العطرية دي ضروري جدا ان احنا نخليها موجودة، ونشربه دافي او نشربه ساقع مثلا. اللي الاولاد بصوا على اي طريقة سيبوهم يشربوه براحتهم، المهم ان هم يشربوا منه. والله يا جماعة هو حلو جدا ولذيذ، يعني انا حبيته. وافتح لكم الصوت واقول لكم رأي رؤية قالت عليه ايه. انا عاملاها عشانها والله. المهم هنضيف بقى، تقدروا تحلوا بعسل، انا حليته بعسل بس مينفعش سكر. يا يشربوه كده يا يشربوه بعسل، يعني خلينا نكمل الموضوع للاخر وبس. يا رب النهارده الفيديو يكون بقى عجبكم، الحليب. واشوفك على خير الفيديو الجاي. باي باي. لا لسه بدقتش عشان سخن بس. ها ايه رايك؟ حلو. اوكي هتشربيه؟ اه ماشي.